اوي 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 كوب دافريك المشاكل. اكبر غلط يا صاحبي، ما عرفوش يتقنوا. السلام عليكم ورحمة الله. اكبر غلط دار ديازا شنو هو انه احتج على ضربة جزاء. نورمالمون ما كانش عليه يحتج على ضربة جزاء. تحمس مسكين، لاعب من نيتو، واش ما كانش عارف، واش ما كانوش عاطينو الباي ديالو، ما علينا. هو الماتش غادي يتعاود، فهمتوا؟ الماتش غادي يتعاود ديال الفينال. ولكن فكر معايا مزيان في الهضره اللي غادي نقول لك. الهضره اللي غادي نقول لكم اليوم هي اللي طاريه لنا في الحياه اليوميه ديالنا. نعطيوكم مثال ان الكوب دافريك غادي تتعاود، غيتعاودوا مثلا نعطيكم هذا الكوب، نديرو حنا كوب دافريك كامل غادي يتعاود، نديرو كوب دافريك كامل غادي يتعاود، غادي تعاود تخلص التيكي، غادي تعاود تفرج، غادي تعاود تمرض، غادي تعاود تغوت. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي بغيت نشرح للمغاربه كاملين. الطبله حتى هي جالسه كتزعزع، ما علينا. نرجعوا للموضوع ديالنا باش نكملوا الموضوع بما هو هذاك. ابراهيم دياز ما كانش عليه يحتج على ضربه جزاء. ابراهيم دياز تحمس اكثر من القياس، وفهمتي لقيته لانه الحكم كيقول ليه لا، فهمتي؟ يعني شحال من حاجه طرات في ديك لاكسيون، يعني المغاربه كلشي لاحظوا بان كاينه شي حاجه ماشي هذه. يعني بنادم تحمس اكثر من القياس، تعطى ضربه جزاء. ملي تعطى ضربه جزاء، شفتوا هما داك الفيلم كامل اللي طرا ديال اللعابه اللي خرجوا، المدرب، الاربيط، ركزوا لي على الاربيط. الاربيط نورمالمون شنو كان عليه يدير في ديك اللحظه؟ نورمالمون خرجوا اللعابه، بقى المدرب، ولكن الاخرين باش لعبوها بقى زعما لعاب واحد، ما كتكفيش. كيعطيوك واحد الوقت محدد، فاتوه الاربيط جاه لابيل، يعني ما خصو يدير والو. يعني بزاف ديال الديفو طراو. ما غندويش لكم على اللقطه ديال ان الكون فاش كان حابس، ما كانش في الخط، خرج على الخط. ما غندويش لكم على ان دياز عطاها ليه في يديه، فهمتي؟ ما غندويش لكم على ان سميتو الصابيري ولا ما سميتو، وخداها ليه دياز باش يباكيها، هو اللي غيتحمل المسؤوليه. ما غندويش لكم على ان دياز قبل ما يضرب ضربه جزاء وكل شيء لاحظ القضيه هذه بانه بحال قلتي تحرم من واحد اللقب او من واحد الانجاز كان غيديرو في حياته، من بعد ما قالوا ليه شنو كاين، من بعد ما داز لابيل ديال الضيوف وديال داك الرئيس ديال السينيغال وديال المدرب ديال الركراكي، والمدرب ديال السينيغال حتى هو تحمس اكثر من القياس. هاد الهضره كلها ما عندنا ما نديرو بها. كيف شنب ان الكاس كان مبيوع، كيف قالت كيف هذيك السخوطه ديال سميتها ديك سميتها هذا بالله باش تراجع. المهم هذيك اللي كانت قالت لهم ميكي ميناوس في الفيديو هذا. افريقيا ما عندوش غادي يتباع، غادي تدخل دوله من الدول الرئيس ديالها غادي يتباع، غيتقلقوا من المنتخب الوطني. شنو غيدير؟ ما غيدي يتحد، غادي يتباع. داخل شي حاجه سياسيه غادي غنمشيو للفينال، غنمشيو للفينال. ولكن ما وعقلي كنقولها لك، الجمهور عقله. كيف تشوف الفيديو هذا؟ يعني من هاد السيده هادي عارفه بان الكوب مبيوع، يعني الهضره راه دايره، فهمتي؟ اولا السيده الاخرى ديك المراه الاخرى، ما نقولش لها سي، ديك المراه الاخرى اللي كتسحاب راسها انها كتنبأ. بغيتكم اخوتي تعرفوا حاجه وحده، الشيء هذا كوب دافريك اللي كاين في المغرب كانوا مديرين ليه مدروس. يعني حنا مازال كنعيشوا، مازال حنا في الاستعمار، فهمتي؟ يعني شوف الاستعمار شنو داير فينا. يعني كلشي كيخطط كما بغى، كلشي كيدير داكشي اللي بغى، وشكون اللي كيوقع في المشاكل؟ شفنا مشجع مغربي مسكين موسين انه مات، شفنا داك واحد من الجمهور السينيغاليين في ديك العنف اللي كان طرا ما بين الجمهور السينيغالي وما بين الصحافه. والصحافه اش داروا لكم؟ الصحافه اشنو داروا لكم نتوما؟ ما فهمتش. دوله قابله عليكم، هازه لكم بهبالكم، هربانين من الفقر، حنا راه فقراء اكثر منكم وهازين بكم، جايين لواحد البلاد ما كاينش اللي كيدوي معاكم. هذا هو الجزاء. واحد من المشجعين السينيغاليين قتل صحافي مغربي،
وكيف قلت لكم قبيله مشجع موسين انه مات سكته قلبيه من بعد ما زقل دياز داك البيلانتي. دياز اللي عطاها ليه في يديه قال لك بغى يرد زعما الماتش، ما بغيناش ناخذوا الكوب اللعيبه مات اللعيبات. الا لاحظتوا بان ان فوا تزقل البيلانتي يلعبوا الاشواط اضافيه فاش تماركا البيت. الا شفتوا اللقطه ديال البيت ان واحد من دوك السينيغاليين دفع حكيمي عاوتاني خوا ليه الطريق وباكا البيت. هذيك حتى هي ماشي كفر. نخرجوا من هذا الشيء كامل، حنا ما غندويوش على هذا الشيء كامل. بغيت نعطيكم انا الصلب الموضوع، وركز معايا انت مزيان، ركز معايا مزيان في الهضره اللي غادي نقول لك باش ما تبقاش تفقس من هنا لقدام. دابا هو كوب دافريك ولا ما عرفتش من كوب كاين ديال الدريات، وغتعاود تفرج فهمتي، وغادي تنسى كلشي. الوقت اللي ان الناس جالسه كتفرج في كوب دافريك والفلوس صحيحه جالسه كتدخل، الناس اخرين جالسين كيريبوا لهم ديورهم في الشتا وما كيعقلوش عليهم. يعني ايماجين انا ما غندخلش في هذا الموضوع، تنديروا ليه موضوع اخر. ما كندويش على دوك الناس اللي في البحيره ولا هذوك كله، والله كله داير المشاريع. انا كندوي لك على واحد كان ساكن ما خدام ما والو، كاين اللي مطلقه كاين اللي ما مطلقاش، كاين اللي مسكين ما خدامش كيخرج يدبر على راسو تما. المهم هذا الموضوع ماشي ديال، ركز معايا مزيان. هو انك مثلا ملي غتعاود دابا شنو اللي كيلعبوا لينا عليه حنايا؟ كيلعبوا لينا على العاطفه. حنا المغاربه معروف عندنا اننا غالبه عندنا العاطفه بزاف، وكيبقى فينا بنادم. يعني بنادم واخا ما تكونش كتعرفوا كتشوفوا في واحد اللحظه ديال الضعف كيبقى فيك بنادم. كندويش على كل شيء. ما فيها باس الا سمحتوا نقول واحد جوج كلمات على الكور. تأطنا وبقى فينا الحال، ولكن باه الحظ ما كانش من جهتنا وغادي نوقف هنا. ولكن عندي واحد رساله خاصه، لان البارح شفت ابراهيم دياز تاثر بزاف، وحقيقه ابراهيم دياز كان هو لا ريفيلاسيون ديال هذا الكان، وهو الهداف ديال هذا الكان. وهذا ابراهيم دياز هو اللي اختار باش يدخل الفريق الوطني. هو اللي اختار باش يلبس توني ديال المغرب، هو اللي اختار يدخل الفريق الوطني. وكنقول ليه ما دخلتيش فقط الفريق الوطني، دخلتي القلوب ديال المغاربه جميعا. شكرا لكم. المهم كيف قلت لكم، شفتوا البلان ديال الفوطه ديال حكيمي فاش هز الفوطه ولا حامل تمايا، فاش السيباري حتى هو كان حاضي داك السيد كان ديك الفوطه هز حطها كاين. فاش جاو دوك السيكيريتي ولا ما عرفت شكون هما هذوك جروا داك خينا والفوطه شي داكشي كامل، والله حتى سينما. انا نقول لكم على السينما باش انت وانا والاخر وواحد اخر دوك الفيديوهات يبداو يتلاحوا وتدور عليهم الهضره صافي. اما لافير راه مضروبه، لافير دايزه الدكاك. انا كيف قلت لكم دايزه الدكاك، وغنشرحها لكم دابا بسيطه. اول حاجه فاش تضرب بيلانتي، انا مخير شاف هاد اللقطه هادي. اول حاجه فاش تضرب بيلانتي نورمالمون واخا يكون كاع باقي ماشي في الدقيقه كدا و90، يعني ماشي في الفين. عرفتي تخيل معايا ماتش فينال الدقيقه كدا و90 جاب بيلانتي، داك البيلانتي يا اما غطان باك كوب دافريك يا اما الله يعاون. تخيل معايا بيلانتي في ديك الدقيقه جبدها الحارس، اشنو خاصو يدار نورمالمون؟ اشنو خاصو يدار؟ انا كنقول لكم كتكون بعض الخطرات في الشوط الاول كاع اولا في الشوط الثاني زعما باقي الوقت، يعني كيمشيو اللعابه يعني نقول حارس طان باقي تعارج وداك الشيء كونكوا راه عتقهم وجبد ليهم واحد البيت اللي كان هما. وايماجينا صاحبي، ما تخيل دابا تضرب بيلانتي، راك نقول لكم راه الفيلم راه باين، تضرب بيلانتي شدوا الحارس صافي كيطلعوا لعبوا كره عادي بحال ما وقع والو. هذه ابسط حاجه، من غير انه كيف قلت لكم ما كانش واقف على الخط. يعني الفيلم كامل كان مدروس. كيف قلت لكم ابراهيم دياز ما كانش عليه حيت هذيك اللقطه هي اللي فرشات كل شيء وزعما الندم اولا داك الشيء كان باين في عين دياز، فهمتي؟ حيت كاين اللي كيخدعوه الملامح ديالو اولا ما كيقدرش انه يسيبورتي. يعني كيف قلت لكم ما كانش عليه انه يتحمس ويعاود ضربه جزاء، وما كانش عليه يرجع للفار. يعني كل شيء كان مدروس. كيف قلت لكم كان غادي يشيرها الاخر وخدها دياز باش يتحمل هو المسؤوليه ديالو. يعني وخد احسن هداف يعني كان واحد المزاله كبيره. وكيف غتسمعوا دابا اسمع
تصريح خطير من رئيس الفيفا يصدر قراراً تاريخياً ضد مدرب السنغال، ويفتح تحقيقاً وينتصر للمغرب ويصدم الملايين. اللي حصل في ماتش المغرب والسنغال مش عادي، والموضوع خرج بره الملعب. بعد ضربة الجزاء اللي اتحسبت للمغرب في الوقت القاتل والاعتراض العنيف من لاعبي السنغال ومحاولة الانسحاب وضياع وقت طويل جدا، أنباء متداولة بتتكلم عن تدخل مباشر من رئيس الفيفا وفتح ملف المباراة بالكامل لإعادة المباراة. الكلام دلوقتي عن عقوبات قوية على منتخب السنغال بسبب تعطيل اللعب والتصرفات اللي حصلت، والمفاجأة مصادر بتشير إلى إمكانية إعادة المباراة في قرار لو حصل هيبقى تاريخي. هل الفيفا هينتصر للمغرب؟ وهل السنغال هتدفع ثمن اللي حصل؟ قرار واحد بس ممكن يقلب القصة كلها ويصدم ملايين الجماهير حول العالم. دابا باقيين كيقولوا بان الماتش غادي يتعاود والفيفا غتاخذ الاجراءات وهادي طن هادشي كامل كيدار غير باش يرقدوا عباد الله، حيت راكم شفتوا الناس راه تعصبات بزاف، الشوارع تقلبوا وكلشي ناضت واحد الروينه، ناضت ماشي روينه، راه الحرب. يعني عارفين بنادم غدوز غير واحد المده وغادي ينسى. يعني كيعطيو فهمتي طن رئيس ديال الفيفا القرار طن السنغال ما غيلعبوا حتى 2028 ولا ما عرفتش من سميتو. هادشي كامل غير باش يركدوا به عباد الله. نعطيكم خلاصه ديال القول. خلاصه القول ان اي كوب سواء كوب دافريك سواء كاس العرب سواء كاس كوب ديمون، اي كوب كيكون معروف شكون اللي غادي يديه. يعني منين دخلات السياسه دخلات الكره يعني راه صافي سالينا، ما بقاش داك الماتش اللي كنتي كتفرج فيه وتسنى ايامات البرازيل وهادشي شي. دابا باقي دماغنا متعلق بكوب ديمون ديال 98. باقي دابا اللي كندوي على الجينيراسيون ديالي دابا كتسول على الماتش ديال مع اسكتلندا مع سميتو عرفتي كتفكر فيه بحال كتشوف فيه دابا، من غير داك كوب دافريك ديال 2004 ولا ما عرفتش 2014 والله ما عقلت، المهم 2004 واقيلا ديال الزاكي. ياك انتم تفكروا معايا، يعني راه قديم الزمان غير دابا فهمتي السينما كتطور، يعني غاديين وكيتطوروا. يعني وصلنا فينال مع تونس، ياك وصلنا فينال مع تونس، ناضت القضيه السياسيه كونكوا غادي نعطيو الكوب لتونس وتونس غادي تدعمنا بالكوب ديمون اللي كان غادي اللي خداو جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا قال لك كانوا غادي يدعمونا في شي لعيبه اخرى. فاش جينا لديك اللعيبه اخرى ما عقلوش عندنا جنوب افريقيا وغادا القضيه. السنغال اللي كنا كنتصورهم انهم كانوا عزاز علينا يعني مسلمين بحالنا بحالهم، زعما انا براسي والله الا كانوا عندنا واحد الجيران ديال السنغال كنت في ديك الساعه كنت باقي نعقل كنت في الولفه والله الا اطيب خلق الله. انا هادو ما عندهمش زعما ما دابا ملي كتوصل القضيه بحال ما هكا كتولي انت زعما كيولي واحد العداوه ما تخلقوش لنا خويا العداوه بهاد الكره هادي. ولا ديروا مثلا ملي يكون مثلا شي ماتش ولا شي لعيبه بحال ما هكا ديروا الفراجه ما كايناش في التلفازه، كاينه بين سبور وبين سبور، ديروا لها شي 5 المليون اللي بغى يشارك ولا شي لعيبه فهمتي. حنا من البوفريه جالسين مقاتلين على طرف الخبز، خليو لنا المورال باش نوضوا نمشيو نخدموا ندبروا على طرف الخبز وهكا. ديك الكره خليوها الناس اللي عندها الفلوس اللي ما مسوقش فهمتي. اما بحال دابا ملي كتسمع واحد مسكين سكته قلبيه بيلانتي سكته قلبيه، ايماجين داك السيد مسكين غيتبعات انه مالو كان غيتبعات كان كيتفرج في ماتش. واش هادشي كيدخل الدماغ؟ هادشي راه ما يمكنش يعني كرة القدم ولات عندها علاقة بالسياسة فهمتي، عندها علاقة بالسياسة. وما غندويش لكم زعما احسن لينا ما ديناش نظرا للاعداء اللي تفرشوا، راه هذا هي المصيبة. راه ماشي اعداء هذيك، راه حنا ديما خوت، حنا كالمسلمين حنا ديما خوت. ناضوا شي وحدين عاوتاني الكوب دافريك بين لينا شكون اللي حدانا وشكون اللي معانا وشكون اللي عدونا. وهذه ديك هضره باسله، هذيك الهضره هذيك هضره باسله هذه فهمتي كيمانيبيليو فينا من الفوق بحال ما هكا كيما بغاو، وحنا راه كنبقاو نترادخوا بيناتنا. كيف هذاك المثل القديم المغربي العايق حاد العايق والدمدمه قادي حاجه. هذا هو البلان. غنقول لكم خلاصه القول ان هذا الشيء ما يحاولش ياثر عليكم، ما ياثرش عليكم على العلاقات ديالكم مع عباد الله. وما كيف قلت لكم راه تعاود كوب دافريك غتعاود تفرج
وغتعاود تقطع التيكي وغتعاود تمشي تشجع وغتعاود وغتعاود وغتعاود. وهذا الشيء ما كنشوفوش غير في كره، كنشوفوه في عيد كبير، كنشوفوه في الدخول المدرسي، كنشوفوه في العيد الصغير، كنشوفوه في اي حاجه، يعني كنشوفوه في اي لعيبه، اي لعيبه كنشوفوها. يعني بنادم عارفين كيفاش كتفكر، لاعبين لك على واحد الاستراتيجيه، طرتي نزلتي داكشي اللي بغاو هما هو اللي غادي دير. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم الله ياخذ فيهم الحق، كيف عصبونا الله ياخذ فيهم الحق. وباش ما نديوش الذنب ديالهم، الا كان هذا الشيء مدبر الله يبين فيهم العلامه. وهذا النهار انا اللي بقى فيا بزاف داك النهار وحق الله ما نكذب عليكم، انا مولف نتفرج في هذا الشيء ومولف زعما عارف السيستم كيفاش غادي. بقى فيا الدري ولدي الصغير هو اللي تعصب داك النهار، عرفتي الله العظيم وحق الله تعصب وناض، حيت ما مسكين باقي ما فاهمش هذا الشيء كيفاش داير، باقي ما فاهمش بان الكره داخله فيها السياسه وهذا الشيء غير مانيبيولاسيون، والدكاكه راه دايزه من تحت الطبله وداك الشيء كامل. المهم الخوت الاولى والاخرى الله ياخذ فيهم الحق، تحياتي ان شاء الله.